السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله. الطريقة الصحيحة وطريقة الجمع الصحيحة لنبات الأزولة أيا كان حجم الحوض. الأمور بسيطة يا جماعة، محدش يستصعب شيء. مفيش حاجة فيها تعقيد خالص. طريقة الجمع هتكون كالتالي. أنا لو عندي مصفى بلاستيك زي دي كده، بمنتهى البساطة هبتدي أجمع بيها الأزولة وأفضي على المساحة اللي عندي، سواء حوض بلاستيك، كروانة، سبت، أي شيء أقدر أفضي فيه يكون حجمه واسع. طب أنا يا عم لا عندي دي ولا عندي كونتينر أوسع، عندي عبوة زي دي كده. الأمر من البساطة، شايف دي حتة سلك بلاستيك بتاعت شباك، عشان أفرج لحضراتكم إن الأمر بسيط جدا، مفيش أي نوع من أنواع التعقيد. بس الناس لو حبت تعقد على نفسها بتعقد على نفسها. هجيب قطعة السلك بالمنظر ده كده، تمام. ادي طريقة الجمع يا جماعة. بص، شايف البساطة، شايف البساطة. احط في الشيء اللي عندي بالمنظر ده كده. بس لازم دي احب انبه بشدة ان تكون ده يكون بلاستيك، ما يكونش معدن، لان لو معدن هيقطع لك المشمع اللي عندك. وكل سنة وانت طيب في الحوض اللي عندك. ببساطة خالص. افضل اعمل كده لحد ايه؟ لحد ما اخد نص الحوض ايا كان حجمه، متر، 2، 3، 5، ايا كان حجم الحوض. لان في ناس على الفدان بتبقى الاحجام طويله. على الفدان طبعا مش هستعمل دي بالفدان، يبقى انا مش هخلص. لا، هستعمل شيء اكبر زي ده كده، اجمع بيه وافضي في الشيء اللي عندي. تمام. افضل اجمع كده بالمنظر ده وبالشكل ده كده اهو، المنظر ده كده. تمام. عشان الفيديو ما يكونش طويل، هجمع الاحواض دي كلها، احطها في العبوه اللي معايا، وهوقف الفيديو وهرجع لحضراتكم مرة تانية افرجكم على شكل الاحواض والكونتين العبوة اللي معايا اللي اتملت. تمام. هرجع لحضراتكم تاني. تمام يا جماعة. بعد ما انتهينا من الجمع وريت لحضراتكم طريقة اسلوب الجمع. بعد ما بناخد الازولة بتاعتنا بنعبيها في العبوات بتاعتنا، حاجة مهمة وخطوة مهمة بيغفل عنها الكثير، يعني انه بيقدم الازوله بتاعته او العلف بتاعه مباشره بدون غسل للازوله. دي خطوه مهمه يا جماعه، لان الازوله بيبقى فيها مغذيات، مواد كيماويه، السوبر فوسفات، الام بي كي، الكلام ده كله اللي موجود في الميه. فلازم اغسل الازوله بتاعتي واركنها على جنب تصفي. العبوات دي بتبقى مفتوحه من تحت كده بالمنظر ده، فيها فتحات، وفوق الفتحات دي فيه سلك اللي هو زي بتاع الشبابيك كده، الفتحات ضيقه جدا، بحيث ان الميه تصفي زي ما حضراتكم شايفين كده. الميه تصفي كده، تمام، لكن الازوله ما تنزلش. تمام. او المنظر ده كده. تحطها تحت الحنفيه، تدي الازوله بتاعتك شطفه بالميه كده بسيطه خالص. لو في حتى اي طين، اتربه من الموجوده من اللي كانت موجوده في قعر الحوض مثلا، تنزل، يبقى اللي موجود عندك ازوله نضيفه ما فيهاش اي رواسب. وتبتدي تخلط بقى الازوله بتاعتك قبل تقديمها للدواجن بالدشيشه، الرده، بودره البلاط، وشويه ملح. والنسب الصحيحه هقولها لكم دلوقتي في الفيديو، هعمل لكم عنه فيديو ان شاء الله. الكميات والطريقه، النسب يعني اللي هتحطها على الازوله لتقديمها للدواجن بتاعتك. ليه؟ عشان الازوله بروتين عالي، علف اخضر لكن ما فيهوش كل حاجه، يعني ناقصه الطاقه اللي هي بتبقى موجوده في الذره. اللايسين من المواد المهمه جدا للدواجن مش موجوده في الازوله.
موجودة في الردة. بودرة البلاط الكالسيوم، عشان حتى الطائر بتاعك ما يبركش كده، يبقى جسمه كبير وضخم وهو بارك مش قادر يقف على رجله. والملح. تمام. لو انا عندي مثلا 4 كيلو، يعني مثلا جبت كروانة كده متوسط الحجم او طشت، تمام، وحطيت فيه العبوتين، بحط عليهم كيلو ذرة ناعمة، تمام، ونص سواء كونا اللي هو نخالة الرز دي او الردة، تمام. وحفان كده بايدي كده بودرة البلاط، بجيب من عند الراجل موان كمية بودرة بلاط، بيبقى دي غنية بالكالسيوم، تمام. بقى حفان بايدي كده ارش، وحبة صغيرة نصهم كده لشوية ملح ارشهم عليهم، اخلطهم واقدمهم للدواجن بتاعتي. طريقة أبسط من كده، مش حابب أعمل كل الفيلم ده، بحط حوالي 40% منهم علف الدواجن اللي أنا بجيبه، سواء البادي أو النامي. سواء البادي ده اللي هو الطيور الصغيرة لحد 20 يوم، أو النامي لبقية الفترة، تمام. في ناهي بس ما بنحبذوش وبيبقى فيه سموم وحاجة زي كده. تمام. ده برضه هعمل لحضراتكم عنه فيديو بإذن الله، طريقة التخليط والنسب بالظبط وكل حاجة. وبكرر لحضراتكم ما تنساش تبقى تعمل عملية الشطف للأزولة قبل ما تعمل حكاية الخلط، وبعد كده تقدمها للطيور بتاعتك. ايه الأفيد قبل ما اعمل الخطوة دي كمان؟ انا خلاص عملت عملية الشطف او الغسيل للأزولة، بسيبها حوالي يومين 2، تكون صفت المية كلها. ولما بعمل الخطوة دي نسبة البروتين فيها بتزيد، نسبة البروتين في الأزولة بتزيد، بتطلع من 19% بقى توصل ب 24 25 30 حاجة و30% لغاية 40%. تخيل. ما بيبقاش عندي مشكلة في طول المدة اللي هي بسيب فيها الأزولة لحد ما تنشف، ما عنديش عبوات زي كده، مش حابب أعمل التخريم اللي أنا عملته ده. بجيب شوال عادي خالص اللي هو البلاستيك دي، واحط فيه الكميات بتاعتي، هو بيصفي بقى من تحت من المية بتاعته. تمام. ارجو ان الفيديو ما يكونش طويل، ويكون المعلومات كافية ووافية. وان شاء الله لو في اي استفسار عند حضراتكم تسيبوه في التعليقات ان شاء الله، وانا هرد على اي استفسار لحضراتكم. وفي الفيديو القادم ان شاء الله هيكون طريقة الخلط زي ما قلت لحضراتكم، والنسب الموجودة معاها، والشكل النهائي للخلط ده بيكون عامل ازاي. في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.